بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في أول فيديو على قناتي واللي هي وصفة طاغتو سيترون اللي تشوفيها. هيا ندوزو كيف المقادير. نجيبو غيسيبيون نحطو فيها المكونات تاعنا. نبداو بعصير الليمون 150 غرام، نزيدو سكر كريستاليزي 170 غرام، نزيدو 3 حبات بيض ما يكونوش كبار بزاف وما يكونوش صغار. نخلط بالباتور غير قسم ما يدخل المكونات في بعضهم. اللي ما عندوش الباتور يدير فوي، يخلط بالفوي. نديرو الخليط تاعنا مباشرة في الكسرونة ونحطوها فوق النار ونبقاو نخلطو غير بالعقل، قيس ما يعقد لنا شويه شويه، واحد 5 دقائق هكذاك. شوفوا كيفاش ولا القوام تاعو. شوفوا عقد لكم، نطفوا عليه النار ومن بعد كيما راهو سخون، كيما راهي العقده هكذا سخونه، نزيدوا لها مكعبات صغيره تاع الزبده. عندنا 100 غرام هكذا. تحركوا غير بشويه تدريجيا، ترمو حتى تذوب كامل. شوفوا رانا نرمو فيها تدريجيا مور ما تدخل لنا كاع الزبده. هاي دابت لنا كامل. نكملوا الكميه اللي بقات لنا حتى وين تذوب تاني. نقعدو نخلطوها حتى تولي كاع ما كاش تبان. مور ما دخلنا الزبده هذيك نروحو نديرو لا كريم تاعنا في طبسي ونغطوها في بابي فيلم هكذا راك تشوفوا، باش ما ديناش هذيك القشره من الفوق. وندخلوها للثلاجه من الافضل تبات ليله كامله. واللي ما عندهاش الوقت تقدر تخليها على اقل 4 ساعات. هذه هي. هاي هنا في الغيسيبيون نحطو الزبده 125 غرام، نزيدو لها نصف كاس سكر كلاص. من الافضل تغربلوه باش يجيكم العجينه ليس. ندخلوها مليح مليح هذاك السكر في الزبده. وانتم الا حبيتو تجيبوا الباتور هنايا باش تسهل عليكم العمليه. انا حبيت هكذا بيدي كما راكم تشوفوا. نزيدو حبه بيض ونكملوا العمليه. ندخلوها مليح تاني، نضيفوا ملعقه كبيره. من بعد هكذا ندخلوا مليح المكونات. نزيدو ملعقه كبيره تاع لا مايزينا، نزيدو نعجنوها في الاخير. في الاخير نزيدو 2 كيسان فارينه غير بشويه، ماشي ضربه واحده، على خاطر كل فارينه شحال تشرب. دوك نوريلكم شحال قعدت لي مع الاخير. هكذا نزيدو. من بعد نزيدو ملعقه صغيره تاع لا ليفور. درنا غير شويه قسم ما تتنفس العجينه، ما تحقوهاش تنفخ. كما راكم تشوفوا نغربلوها كامل. في هذه المرحله لاباط ما نعجنوهاش، تليموها برك. لو كان تعجنوها راح تجيكم يابسه. كي تشوفوها ولات ما تلصقش في يديكم خلاص حبسوا. هكذا كما راني نخلط هكذا تتليم كامل. زيدوا لها كي تسحق الفرينه، زيدوا لها حتى تتليم. وما تنساوش كي راكو ديروا في الفرينه ديروا لها تاني نص ملعقه صغيره تاع لا ليفور. درنا غير شويه قسمه تنفس العجينه. شوفوا انا كي تليمت لي العجينه شوف راهي. شوفوا طريه. وشوفوا شحال قعدت لي الفرينه، واحد قيس ملعقه كبيره. ودوك نغطوها بالبابي فين هكذا، نخلوها تريح قسم نص ساعه.
هنا بعد ما ريحت العجينة تاعنا، شوفوا كيفاش ولات طريرية. شوفوا ريحت، شوفوا شحال طريرية. هيا جبنا دوكا بابي كويسون باش تسهل علينا الخدمة. شوفوا حلينا العجينة تاعنا، حليناها مليح. شوفوا كي كتن العجينة تاعنا طرية، شوفوا كيفاش تحلت بسهولة هكذا. شوفوا حلوها مليح، ونجيبوا المول تاعنا نقيسوا عليه باش نشوفوا هكذا. دوك نحطوها في المول تاعنا، نبدا نقلبوها ونواسوها بيدنا، نسقموها في المول هكذا، ونسقموها في الطرف تاني. شوفوا هكذا نسقموها مليح بيدينا هكذا. وحاولوا كيفاش الطرف تواسوهم بيديكم مليح، تزيروهم باش ما كي ديروها طيب ما تحبطش العجينه. شوفوا هكذا بيديكم مليح بصبعتيكم في الطرف هكذا تزيروها بيديكم هكذا، تحكموها مليح باش ما تحبط لكمش، وتنحو هذوك الزوائد جاي من الفوق. هذوك الزوائد ما يروحوا لكمش هكذا خساره. تجيبوا مول صغيور وديروا وحده صغيره هكذا. هذه هي. تجيبوا الفرشات تاعكم وتثقبوا كامل باش ما تطلع لكمش في الفور، تقبوها مليح مليح هكذا. هذه هي. ونتكوها في الفور على درجه الحراره 180 درجه هكذا. نجو لامورينك تاعنا، تبعوني مليح باش تفهموا. نوزنوا بياض البيض، الوزن اللي خرج لنا نديروا الضعف تاعو السكر. كيما انا درت بياض حبه بيض وزنتها لقيتها 36 غرام، السكر درت الضعف تاعو اللي هي 72 غرام. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نجيبوا باماغي ونطلعوا فوقها لامورينك تاعنا. بهذه الطريقه نضمن لكم تنجح لكم ان شاء الله. ثاني ما تربيلكمش الماء من بعد. شوفوا كيما هنا راهي بدات تطلع لامورينك تاعنا. شوفوا هنا باش تعرفوا بلي نجحت لكم، تخرج لكم كي المنقار. كي تقلبوا الغيسيبيون ما تطيح لكمش. نعمروا لابوش هادوي تاعنا ونحطوها بجهه. نروحو نجيبوا لا طاخ تاعنا مور اللي خرجناها من الفرن، كانت بردت شويه ونحيناها من الماء. هاي ليكم كيفاش طابت، خرجت حميمره. موراها نروحو نجبدوا لا كريم تاعنا بعد ما بردت 24 ساعه في الثلاجه. كما قلت لكم نتوما تقدروا تخلوها اقل من 24 ساعه. هاوليكم القوام تاعها راهي حاكمه روحها. يفضل هذيك الزبده اللي درناها هكذا. نفرغوها في لاطاخ تاعنا، يطاليوها مليح. شوف كيفاش خرجت لنا. ومن بعد نديروها للتزيين بلا مورينغ اللي درناها. انا افراد العائله تاعي ما يحبوش لا مورينغ بزاف، شبحتها غير نص كما راكم تشوفوا. وانتوما كل وحده كيفاش تحب التزيين تاعها، كل وحده والذوق تاعها. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها وقولوا لي في التعليقات ديالكم. ما تنسونيش بجام وابوني. سلام.